بكل مواصفاتها الجمالية تحتاج إلى تصفيقة قوية. في إطار المهرجان المحلي الثقافي المحلي للإنشاد في طبعته الخامسة، أقول الخامسة، خمسة وخموس على قالما عندما تحرك الزاوية وتتحرك تذهب إلى ماونة وهي تتكئ على كتفها الأيمن. صفقوا على ماونة وكتفها الأيمن. ونذهب إلى جبل هوارة تلك القبيلة الممتدة إلى ما لا نهاية. تصفيق على قبيلة هوارة. ونعرج، وأصحاب اللغة لا يكون التعريج إلا بعد حركة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بعد الإسراء يكون المعراج، بمعنى هناك حركة ثم أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلوا على سيدنا محمد. هذا النبي لا شمس ولا قمر ولا ملاك ولا جن ولا بشر، أستغفر الله، فالأكوان قاطبة تسير من خلفه خجلة وتعتذر. صلوا على سيدنا محمد. قال ما في ظل هذا المهرجان وتواجد، أقول تواجد، وحضور هذا الجمهور الرائع، أنا أصفق على الجمهور. شخصيا أقول أنا فخور جدا على لسان محافظ المهرجان الأستاذ رابح عيسو تحت تصفيقاتكم، الذي يتحرك يمنة ويسرى لإنجاح فعاليات هذا المهرجان. لعلمكم أن قالما محظوظة جدا، محظوظة بأبنائها وبناتها، ومحظوظة بالطفولة الجميلة والرائعة البريئة. أنا أصفق على الطفولة. قالما 48 قالما 8 ماي، عفوا 45 8 ماي أهديكم هذا المقطع، وأخص بالإهداء الأستاذ أخروف تحت تصفيقاتكم. سيدي تصفيقاتكم، هذه الفرقة التي تعبت كثيرا عناصرها في أن تؤسس لكم مفهوما تعرفونه، هو العشق الإلهي. هي ليلة مع الإنشاد والعشق الإلهي لفرقة متميزة يرأسها الأستاذ الكبير والمنشد النحرير يوسف السلطاني تحت تصفيقاتكم. السلام عليكم.
لم تزل محسنا وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا.
ما